وتوجه بكلمة ونداء إلى من يهمهم هذا الأمر. وأوجه كلمتي أو ندائي الأول إلى الشعب الفلسطيني: أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. استخدم السادر استخدم السادر يا زلمه، استخدم السادر. ما اضرب استخدم السادر يا ابن الليل. استخدم السادر ولا السادر بركابينكم؟ استخدم السادر. استخدم السادر. انا بطلق. من يتوسط في ماذا؟ إسرائيل على خط الصراع في السودان أو لعلها في قلبه، إذ تطلب الإدارة الأمريكية منها أن تتدخل وتحث الطرفين المتقاتلين على إنهاء الصراع. ونجحت في ذلك لدرجة اللي أقول لك إيه، الجندي البسيط الصغير ده هو اللي بدأ حرب الاستنزاف. إزاي؟ في إن كلمة الصقر وكلمة الخمة اللي هي طالعة من الجندي البسيط الصغير ده، واحد واقف في الشط جندي شاف جندي إسرائيلي على بعد 180 متر اللي هم عرض قناة السويس، وربنا اداله من القوة للدرجة اللي بيها حاطط مشط البندقية وضرب طلقتين، وراح مموت الجندي الإسرائيلي وراح مموت البنت اللي وياه، البنات اللي هم موجودين في قلب القوات المسلحة الإسرائيلية. كنت أنا بعد ما خرجت من الرئيس الساعة 7 فاكر بالظبط، كتبت تقرير منشور وزعته على القوات، وزعته بطريقة تليفون: احنا في موقف لا يسمح لنا بالعدوان، بضرب اطلاق نار، اللي يطلق نار على العدو يحاكم محاكمة ميدانية عسكرية. ده الكلام ده كان الساعة 9. الساعة 11 بالليل بيكلمني القائد وبيقول لي الرواية اللي بقولها لك دلوقتي. أنا أحرجت كده الحق، منفعل مثل العسكري العادي اللي موجود. فرديت عليه وقلت له إيه؟ يا سيادة اللواء، رقي العسكري ده وحطه على دراعه شريطين. قال لي الله، وسيادتك ماضي المنشور وبتقول كذا وكذا وكذا. قلت له معلش نفذ الأمر الأخير. أنا بترجم دلوقتي الكلام ده إيه؟ القرار الأولاني طلع من عقلي اللي هو امسك نفسك وما تضربش، مش عاوزين لغاية ما نوقف نفسنا. فمن هنا جت النخوة دي في إن الجندي ده تاني يوم الصبح بقوا 2 بقوا 3. وفعلا أنا رحت للجندي ده وحطيت له نشان على صدره في إن هو يعني أجاد الإجازة كويسة، وقلت إنه ينزل أجازة. نزل أجازة، وعشان أمه تقول له ده إيه؟ يقول لها ده نشان، ده أنا قتلت إسرائيل. رحت مزغرطة، هي الزغرطة دي هي اللي أنا عاوزها. من أسوان لإسكندرية علموا إن مسألة الصقر، مسألة القتل، هي الأساس بتاع الموضوع. وابتدت حرب الاستنزاف، النهارده بندقية، بكره رشاش، بعده هاون، بعده مدفعية تقيلة، وابتدت حرب الاستنزاف بالطريقة دي. مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي.